أهلا بكم يا حبايبي، وحلقتنا النهاردة عن وسائل منع الحمل، وكمان هعرفك أنواعها ومزاياها وعيوب كل وسيلة. مش بس كده، ده انت كمان لو انت عروسة جديدة وعايزة تأجلي الخلفة دلوقتي هقولك هتعملي ايه. ما تخافيش، بس الأول خشي على اللينك واعملي اللايك. بصوا بقى يا حبايبي، من أنواع وسائل الحمل الوقي الذكري، وكمان فترة الرضاعة، وغير فترة الأمان اللي هي بعيدة عن أيام التبويض. وعندنا كمان حبوب منع الحمل، بس ده مش معناه إنك تستخدمي أي حبوب وخلاص، غلط، لأن في حبوب بتتاخد وقت الرضاعة وفي حبوب ما ينفعش تتاخد في وقت الرضاعة. طيب تعالي أقولك إمتى ما تستخدميش حبوب منع الحمل. لو عندك سكر أو عندك سمنة مفرطة، أو لو في عندك تاريخ مرضي وراثي زي أمراض الثدي والعياذ بالله، أو ضغط أو أورام في الكبد أو جلطات. وكمان عندنا من وسائل منع الحمل الآمنة اللولب، أشهرهم بقى اللولب النحاسي واللولب الفضي واللولب الهرموني. طيب واحدة تيجي تسألني تقولي أفضلهم إيه؟ أنا هقولك اللولب الهرموني هو ده أفضل لولب. بيعملك إيه يا حبيبتي؟ بيقلل كمية الدم اللي نازلة، وبيخلي الدورة تنزل يوم واحد، وكمان مش بيسبب التهابات مهبلية، ومش بيضايق الزوج أثناء العلاقة الحميمة. لكن من وقت للتاني لازم نعمل سونار علشان الدكتور يتأكد إنه في مكانه. ولو انتي بقى يا حبيبتي عروسة جديدة وعايزة تأخري الحمل شوية، مفيش مشكلة، الدكتور هيعملك تحاليل وفحوصات انت وجوزك، وبعدها يديكي الوسيلة المناسبة. وأهم حاجة يكون سنك معداش 30. وفي الختام يا رب تكونوا بسلام. يلا هنتظر رسايلكم واستفساراتكم على صفحة البرنامج، وأنا هرد عليكم على طول، وهستنى متابعتكم وحلقة جديدة من برنامجكم الداية.